السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ النهارده معانا حكاية تشانج حاكم الوحوش الجزء الرابع. فلا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، واهم حاجة الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وبلاش اطول عليكم ويلا بينا نكمل الحكاية. وهنا دراع بطننا بتكبر، وده لانه بيتطور الى المستوى الثالث، ومع الزيادة في المستوى يصبح التطوير اشد صعوبة. وفجأة حد بيهجم على بطننا بعنصر الذهب. ايوه يا صديقي، مفيش حد غيره، هو المسؤول. ولكن بطلنا بيوقف هجومه بكل سهولة. وهنا المسؤول بيتفاجئ من هيئة بطلنا قائل له ماذا تكون بالظبط. بيتفاجئ المسؤول وبيقول ما هذا، وما هي السمة التي تجعله هكذا. وبنعرف ان في 5 سمات اساسية، وهي سمة المعدن والخشب والمية والنار والارض. وكمان في بعض السمات المميزة زي الجليد والرياح والكهرباء. وبيكمل كلامه وبيقوله ان مفيش اي سمة تخلي دراعه تتغير كده. وهل انت حالة شاذة؟ لا يهم ما انت عليه، فقط موت. وهنا بيهجم عليه من الخلف بألواح من معدن الذهب. وهنا بيستخدم بطانة دراعه كدرع. وبيقوله المسؤول ان هذه الدراع لا يمكن ان تكون لشخص بشري. وهل انت وحش ايها المعدن؟ اخترقه. ولكنه بيتصدم ان بطانة اذاب المعدن الخاص به. وبيقول ما نوع هذا اللهب؟ والوحوش ليس لديها سمات عنصرية. وهل هو متجاوز بسمة اللهب؟ لا، قد يكون للوحوش سمات عنصرية، وهي وحوش فوق المرتبة الرابعة. ولكن كيف يمكن أن يكون هذا ممكنا؟ وهنا بطلنا بيهجم عليه بهجوم مدمر، ولكن المسؤول بيتجنب هجومه. وبيقول له ماذا تكون وأنت لا تشبه البشر ولست وحشا بالكامل. وهنا بيضحك ضحكة خبيثة، وبيخطط إنه يماطل في الوقت لحد ما يوصل فريق الإبادة، وساعتها هيقتلوه بالتأكيد. وبطلنا بيعاني من التطور، وبيقول إن التطور للمرتبة التالتة صعبة جدا، وقد يكون السبب لأني أكلت قطعة من تنين الأرض هذا. وبيحصل بطلنا على قدرة السن السوداء لتنين الأرض. وبيقول إن هو لا يستطيع السيطرة على دراعه واستعادة شكله البشري. وهنا بيهجم على المسؤول، وبيستعمل المسؤول الدرع الذهبي لصد ضربته. وبيقول نفسه إن هو وحش قوي جدا، ولكن الدرع الذهبي قوي أيضا. ولكن بطلنا بيدمر درعه بكل سهولة، وكمان بيجرحه. والمسؤول مصدوم من ده. بيقول المسؤول انه اتصاب بهذه الاشواك السوداء، وازاي هو بهذه القوة، وما نوع هذا الوحش. وليس لدي حتى دليل واحد. تبا، لا يمكنني ايقافه، ودرعي لا يمكنه ايقاف تلك الاشواك السوداء على الاطلاق. وعلى هذا المعدل سوف اموت هنا. وهنا بيهرب، وبيقول له انه وحش، والجميع هيحاول قتلك لما يشوفوك. وهنا بتظهر تشي وبتهجم عليه، وبتقول له انه ليس وحش. وهنا بطلنا بيهجم عليه وبيلتهمه. وهنا بيوصل فريق الإبادة، بيقول لها شينج بسرعة ابتعدي عني، وتظهر إنك مش عارفاني، ومش عارف إذا كنت أستطيع الرجوع للهيئة البشرية أو لا. ولكنها بتمسك دراعه، وبتقول له حتى لو ذهبت أقاصي الأرض هروح معاك. الله على قوة الصداقة، وعلى رأي اللي قال الصديق وقت الضيق. وفي نفس الوقت بنلاقي رئيس الصيانة والعمال بيحاولوا يتصدوا لتنين الأرض قدر الإمكان، ولكن بيخلص عليهم تنين الأرض في لمح البصر. والموظفين مصدومين إن رئيس فريق الصيانة مات، وكمان الدفاع اللي عمله متجاوز من الرتبة 3 نجوم قد تم تدميره بضربة واحدة، ودلوقتي مستحيل إيقافه. بيقول واحد منهم إن المسؤول راح فين، يلا كله يهرب بسرعة. وهنا التنين بيهجم عليهم بهجوم صوتي مدمر، والجميع بيعاني من ألم شديد في القلب. وبيقول واحد فيهم انتهى أمرنا ومش هنقدر نهرب. ولكن هنا بتظهر بنت جميلة ومعاها ماسورة مية، وبنعرف إنها متجاوزة بسمة الماء. وهنا بتهجم على التنين بكل غضب، وده لأنه أفسد موعدها مع حبيبها. وبيتفاجئ الجميع إنها بتهجم على التنين وهم لسه موجودين، ولكن بيتصدموا إن الهجوم بيمر من خلالهم وبيقطع التنين. بيقول واحد منهم إن دي قوة متجاوز أسطوري برتبة 4 نجوم، وإنها متجاوزة برتبة 4 نجوم، وتمتلك 91% من الجينات المتجاوزة، واسمها شانج جوان كوي. وهنا بنلاقي الوحش بيتعافى، وبتقول للجميع إن هم يهربوا بسرعة ويساعدوا في إخراج الناس، وأنا هتعامل معاه. وفي أرض الاختبار بتسأله تشي إن كان هيقدر يرجع دراعه كما كانت. بيقول لها إن ده هياخد شوية وقت. وهنا بتوديه على غرفة اختبار،
وبتلهي الأشخاص القادمين على ما يسيطر على دراعه. بيقول شينج إن قوة المرتبة التالتة أقوى ب10 مرات من وحوش المرتبة التانية، وجسم الوحش المرتبة التالتة يصبح ضخما ليستطيع تحمل جينات الوحوش. وبيقول لنفسه إنه لازم يستمر في ضغط قوته ليستعيد شكله البشري، وهطور العظام أولا ليصبح أقوى. وفجأة بيلاقي إن 1% من الجينات المتجاوزة اللي حصل عليها تمتص الجينات المتجاوزة الخاص بالمسؤول، ونفس الشيء بالنسبة لسمة المعدن. وبكده قام بإيقاظ 1% من الجينات المتجاوزة اللي عنده. بيقول بطلنا إنه يمكنه استخدام الجينات المتجاوزة لجعل جينات الوحوش مستقرة، وهنا بيطور عظامه بقوة الأسنان السوداء للتنين، وهنا بتندفع قوته في الجدار وبتدمره. وفي نفس الوقت بيشكرها قائد فريق الإبادة لمساعدتها في إنقاذ الناجين. وفجأة بيسمعوا صوت غريب قادم من غرفة الاختبار، وبيفتكروه وحش، وبيروحوا لعنده الغرفة، وتشي بتعلي صوتها لتحذير بطلنا، وبيوصلوا لهناك. وهنا بيخرج بطلنا وبيقول للقائد إنه شخص وليس وحش. لقد أخفتني حقا. بيقول له شينج ماذا؟ أنا لسه صاحي الآن بعد ما فقدت وعي، هو إيه اللي حصل؟ وبعدها بيروح لعند تشي، بتقول له تشي بصوت واطي أنت سيطرت على جسمك بالكامل؟ بيقول لها أيوة. وبيقول لنفسه إن كل عظامه تطورت للأسنان السوداء لتنين الأرض، ولكن قوتها حقا لا تقارن بقوة الأسنان الخاصة بتنين الأرض، ولكني لسه ضعيف. وهنا بيسمع من القائد إن تنين الأرض تمت هزيمته. بيقول بطلنا إن البشر ضعفاء جدا، وما يعرفوش إن التنين اللي تمت هزيمته من متجاوز 4 نجوم، لأن يتحمل حتى لمسة بسيطة من ديل حاكم الشياطين. والوحوش موجودة بعمق تحت الأرض في مكان بعيد جدا عن إدراك البشر، ولازم أكون أقوى بأسرع ما يمكنني. وعشان تنقذ غيرك لازم تنقذ نفسك أولا، وأنا محتاج للموارد وعايز القوة وقدرات الجينات. وفقط لما نكون أنا والسمكة الصغيرة أقوياء جدا لدرجة أن نكون لا نقهر، عندها فقط هنكون في أمان. ولكن قبلها لازم نختبئ بين المتجاوزين. وبنرجع فلاش باك لحياته السابقة وهو ماسك شخص متجاوز من راسه، وهنعرف بعدين هو مين قدام. وبنلاقي ملك الشياطين بيتحكم فيه وبيخلص بطلنا على الشخص المتجاوز. ونرجع للحياة الواقعية وهم رايحين للمعهد وبيتكلموا، وبيقول لها بطلنا إن الوقت بيجري ولازم نستفيد من الوقت أقصى استفادة. بتقول له أكيد. بيقول لها إن هيحصل تغيير جذري في هذا العالم بعد سنة واحدة بس، وقبل الوقت ده لازم أتطور إلى متجاوز من المرتبة الخامسة بأسرع وقت. بتقول له سنة واحدة؟ بس الأقوى في العالم هو مجرد متجاوز في قمة المرتبة الرابعة، والبشر لحد الآن ما يعرفوش قوة متجاوز المرتبة الخامسة، وعلى كده لازم نعمل اللي علينا أكتر من اللازم. بيقول لها ما تقلقيش وانت معايا، والأول لازم تتطوري إلى متجاوزة من رتبة 3 نجوم في شهر واحد. بتقوله إنها تمتلك 95% من الجينات المتجاوزة. بيقول لها سمعت إن الشخص المتجاوز بيحتاج موارد أكتر في البداية مع زيادة نسبة الجينات الخاصة به، وما عندناش أي دعم في الأكاديمية. يا ترى إزاي نحصل على العديد من الموارد؟ وهنا بيظهر 3 أشخاص اللي أنقذهم بطلنا في الاختبار، وبيشكروا على إنقاذهم في الاختبار. وبيقولوا شاو شينج إن الأكاديمية جعلت الاختبار الأخير استثناء، وكل اللي نجا عدى من الاختبار، وهنفتكر هذا المعروف ولن ننساه أبدا. ومن الألف سعادة أنت أخونا الأكبر، وهنكون تحت قيادتك دائما. بتقول تشيل بطلنا إن إزاي في أشخاص مخلصين لك، وده غريب حقا. بيقول لها أنا غيرت من نفسي. وهنا بيقول له شاو شينج إيه يا عم مش هتعرفنا عليها ولا إيه؟ بيقول له إنها تشي يو، وبتقول لهم مرحبا. وهنا الجميع بيتصدموا، وبيقولوا تشي يو إنها أقوى مبتدئة في الأكاديمية، واللي تم ذكرها في منتدى المدرسة، واللي تمتلك 95% من الجينات المتجاوزة. بيقول لهم بطلنا انتم يا جماعة بتبالغوا في الأمر. بيقول له شاو شينج كما هو متوقع من الأخ الأكبر، انت والعبقرية الأسطورية تشي يو تبين أنكما في علاقة غرامية. بس بيقولوا الاتنين في نفس الوقت مستحيل، واحنا فقط أصدقاء طفولة. بيستغرب شاو شينج وبيقول لنفسه مين اللي هيصدق ده، حتى انكم بتستعملوا نفس الحقيبة. بيقول لهم هو يون تمام، بما انكم اصدقاء طفولة فاكيد هشاركوا في نفس الفريق. وانا عندي اقتراح. ودلوقتي الاكاديمية بتنظم منافسة على الموارد
لكل الطلبة الجداد بعد انتهاء عملية التسجيل، وهيوزعوا الموارد على كل طالب جديد. وبعد 3 ساعات هيتنافس الطلبة مع بعضهم بناء على قدراتهم. فايه رأيكم نكون فريق مؤقت، ويمكن لإحساس الروحي مساعدتكم على تجنب المنافسين الأقوياء، وبهذه الطريقة هنقدر نحافظ على مواردنا، وكمان يمكننا أيضا نهب موارد 1 أو 2 من التلاميذ الآخرين. بس بيقولوا شاو شينج اصمت، وانت عايز تأذي الأخ الأكبر؟ وبما أننا من الطلاب القدماء الملتحقين بالأكاديمية من جديد ونمتلك نسبة قليلة من الجينات المتجاوزة، فأكيد هيستهدفنا الآخرين، بالأخص طلاب هذا العام. وكمان ظهر عبقري واللي تم انتخابه من الطلاب الجداد بنسبة 88%، وهو الآن رئيس الطلاب الجداد، وهدفه هو انتزاع الموارد من أيدي أي أحد لديه أقل من 50% من الجينات المتجاوزة، لأن من الصعب لمن لديه أقل من 50% من الجينات المتجاوزة أن يستيقظ ويصبح متجاوزا. وبنعرف إن شو شينج يمتلك 39% من الجينات المتجاوزة، وشياو 41، أما وو ين فبالكاد يمتلك 50% من الجينات المتجاوزة. وما يعرفوش يا صديقي إن وطننا يمتلك 1% فقط من الجينات المتجاوزة. ويا ترى إيه ردة فعلهم؟ هنعرف قدام. وبيكمل كلامه وبيقول إنهم كده هيكونوا أعباء على الأخ الأكبر. وهنا بينظر الثنائي الماكر لبعضهم وبيقول لها بطلنا كنا بنفكر إزاي نحصل على موارد أكتر، وها هي الفرصة جت لعندنا. بتقول له معاك يا زميلي، وبكده يمكننا استخدامهم لصالحنا، وطالما إننا نساعدهم ليكونوا مساعدين قادرين عندها سوف نوفر وقتا وجهدا رائعين. وهنا بيروحوا لعندهم وبيقول لهم يلا بينا نكون فريق. بيتفاجئ شياو شينج وبيقول له مفيش داعي للشفقة علينا. بيقول لهم أنا على استعداد لتكوين فريق معاكم لأنكم شركاء موثوقين ويعتمد عليكم. وهنا شاو شينج بيتأثر جامد من كلامه، وبعدها بيقول لهم بطلنا بما أنكم انضممتوا للفريق فهنغير هدفنا قليلا. وإيه اللي هيحصل لو حصل شخص ما على كل موارد الطلاب الآخرين؟ ألن تنتمي كل الموارد إلى ذلك الشخص؟ وهنا وو ين بيقلق من كلامهم، ولكن بيقول لهم بطلنا أنا كنت بهزر فقط. وبنعرف إن الليلة هو بداية الفصل الدراسي، وفي الليل بيروح على الفصل. وهنا وو ين بيسأل بطلنا عن نسبة جيناته. بيقول له بطلنا ما تقلقش، كلكم هتعرفوا قريبا جدا وهفاجئكم جميعا. بيقول شاو شينج إن بطلنا رجل عظيم وأكيد نسبة الأخ الأكبر عالية جدا. وبيخش الفصل، وهنا بيعرف المدرس على نفسه وبيقول لهم اسمي هو فول يانج، وأنا هكون مدرسكم الأساسي هذه السنة، وهكون صريح معاكم ومعظمكم لن يتمكن من إنقاذ قدراته في سنة واحدة، وعندها هيتم طردكم من الأكاديمية. الله يبشرك بالخير يا اسطى. وطلاب هذه السنة متميزين إلى حد ما، وافترض إنكم سمعتم بالأمر. وهي صاحبة أعلى نسبة مسجلة في العالم، وهي زميلتكم في هذه السنة الدراسية ولديها مستقبل باهر. وأكثر من فاجئنا حقا إن في طالب ما بينكم لديه 1% فقط من الجينات المتجاوزة، وهو لا يختلف عن الشخص العادي. وكيف رجاء وعرف عن نفسك. وهنا الجميع بيتفاجئوا وبينظروا حواليهم، وبيقول شاو شينج مثير للشفقة، وهو أكيد هيكون هدف التنمر للفصل كله. وهنا بطلنا بينهض من جنبه وبيقول للمعلم بنظرة باردة أنا أنقذت قدراتي بالفعل ولدي سمة معدن الذهب. وشاو شينج متنح من الصدمة ومش مصدق إن هو بطلنا. بيقول له المعلم في هذه الحالة تعالى وساعدني في التدريس. بيقول له بطلنا أكيد في مكافأة لمساعدتك. بيقول له هتاخد المزيد من الموارد بعد انتهاء المنافسة، وبيشكر المعلم على ده. بس بيقول له المعلم لسه بدري على الشكر، ولديك فقط 1% من الجينات المتجاوزة، وهل يمكنك الحفاظ على مجموعتين من الموارد بعد الحصول عليهم؟ وهيكون الأمر كابوسا لك. بيقول له بطلنا إن قوة الجينات المتجاوزة غالبا ما تكون قوة عناصر، وعند الإيقاظ يمكن تسخير قوة العناصر لاستخدامك الخاص عن طريق جيناتك. بيقول له المعلم ويمكن للعناصر البقاء مؤقتا في الجينات، وفي هذه الحالة لازم نتحكم في جيناتنا لتخزين طاقة العناصر ومنعها من التشتت. ولما تخلي جيناتك مخزن مثالي للطاقة فعندها تكون متجاوز ذو نجمة. وهنا بيخرج قطعة معدنية وبيقول له استخدمها لإظهار قوتك، وبما أن لديك 1% فقط فهذا المقدار من المعدن يكفي، وفي كل حياتك يمكنك فقط السيطرة على هذا الكمية الضئيلة من المعدن. لنعرض الأمر أولا.
وبيقول بطلنا لنفسه إن عنده شعور إن قوة الجينات المتجاوزة وقوة عنصر الذهب مألوفة وغير مألوفة في نفس الوقت، وهذه القوة تمتلكها فقط وحوش المستوى المتقدم. وهل هي مشابهة لقوة جينات الوحوش؟ وهنا بيقول المعلم أكيد الجميع عارف إن عندنا سلسلة جينات غامضة، ويتم تحديد إذا كنت وحشا أو متجاوزا بما تتحول إليه سلسلة جيناتك الخاصة. وكويس إن جميع جيناتكم اتحولت لجينات متجاوزة، ومقدار هذه الجينات هو اللي هيحدد مدى إنجازاتك المستقبلية. ومع ارتفاع النسبة تزداد معها الحساسية تجاه طاقة العناصر، ويصبح استيعاب الطاقة أسهل. وده هو حال العالم، عالم ليس فيه ذرة عدالة. وبداية من 90% كل زيادة بنسبة 1% تعطي تحسن هائل. وشانج جوان لديها 91% من الجينات المتجاوزة ويمكنها التنفس في الماء. وزميلتكم تشيو اللي يمكنها تحمل 3000 فولت من الكهرباء على الأقل. وإذا ظهر شخص يمتلك 100% من الجينات المتجاوزة هتكون إنجازاته لا يمكن تخيلها. وبالعكس، كلما قلت نسبة الجينات قلت معها الحساسية تجاه طاقة العناصر، ويكون استيعابها أكثر صعوبة. وقبل ما يجي شينج لم يستيقظ أي شخص لديه أقل من 20% من الجينات المتجاوزة. وهنا بيقول لبطلنا لو معرفتش تتحكم في طاقة عنصر الذهب يمكنني المساعدة، ولكنه بيتفاجئ إن بطلنا قدر يعملها لوحده. وبيقول لنفسه ألم يكن هذا مجرد إيقاظ صدفة؟ وبيقول لبطلنا يبدو أن لديك إما ذكاء وحكمة غير مسبوقين أو أن لديك حظ لا يقارن. وهنا المعلم بيخرج قوته الهائلة، وبيقول لبطلنا وريني قطعة المعدن خاصتك، ودعوني أعلمكم حقيقة أخرى أيها الطلاب، وهو الفرق بين شخص لديه 1% وشخص لديه 80%. وده يشبه تجمع 80 شخص للتنمر على شخص واحد. ومفيش داعي لأي تقنيات أو أساليب قتالية، ومجرد هجوم خام كافي لقمعك بالكامل، وسوف يتم تدمير قدراتك بسهولة تامة. وبيستخدم المعلم قوته لقمع قوة بطلنا. وبيكمل كلامه وبيقول الأشخاص اللي عندهم نسبة قليلة من الجينات لازم تفتكروا جميعا أنكم ضعفاء، ولازم تختبئوا خلف الأقوياء. وهنا بيقول بطلنا لنفسه أفتكر هذا المعلم فو، وكان واحد من الأشخاص اللي ماتوا على إيدي، وفي موقف خطير نتيجته الموت المؤكد. وقتها كان بيوفر الوقت لهروب طلابه، وهو معلم يستحق الاحترام. مهلا لحظة، لماذا يتعرق المعلم فو بكثرة؟ اللعنة! أشعر بضغط ضعيف صادر منه، وكدت لا أشعر به. وهل يستخدم جيناته المتجاوزة لفرض الضغط علي؟ وجينات الوحشية التهمت جينات ذلك السمين وحولتها إلى جينات متجاوزة خاصة بي، ولكن ما زال لدي 99% من جينات الوحوش، وأنا أعتبر وحش خارق، فمن الطبيعي ألا أتأثر بالضغط الصادر منه. ولكن ده مش لصالحي، ويجب ألا ألفت الأنظار، وإلا ماذا سأفعل إذا لم يأتي الطلاب للتنمر علي؟ وهنا بيمثل إن هو ضعيف ولا يمكنه احتمال هذا الضغط، ولكن تمثيله مبالغ فيه حبتين. وبيعرف المعلم إن بطلنا خسر عمدا، وبيقول لنفسه إنه لم يستطع قمعه إطلاقا. وهنا الجميع مندهشين من قوة المعلم، وهنا بيشكر المعلم بطلنا على المساعدة. وهنا بينتهي الدرس الأساسي، والفائز ياخد كل شيء والنجاة الأقوى. ودي هي القواعد الغير علنية للأكاديمية. وجميعكم استعدوا لمنافسة الموارد الخاصة للطلاب الجداد. وهنا بيقول رئيس الطلاب بكل غرور إنه مستعد دائما، ومش مهتم إذا كان شينج مستعد ولا لا. ولما جيت الأكاديمية سمعت منه كلمات جريئة، ولا أعلم من أين يأتي شخص زيه بكل هذه الثقة وعايز يهزمنا جميعا ويستولى على جميع الموارد. إنه مغرور جدا. وبس كده يا صديقي، وأتمنى تكون استمتعت بالفيديو، ولا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة لا تنسى الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وشكرا على المشاهدة وفي رعاية الله.